مرحبا، يسعد اوقاتكم جميعا. انا اليوم مع الكوتش راني. اول شيء انا مبسوط اني مع الكوتش راني بدبي. الكوتش راني هو مدرب سعاده. مرحبا كوتش، كيفك؟ دخيل روحك؟ تمام الحمد لله، انت كيفك؟ تمام روح. هلا اول شيء انا بصراحه من الاشخاص يلي ما كنت بعبي راسي بصراحه، حماك. يعني هيك بحس انه بقول ما بعرف شو هالشغله، خلص بلاها خلص كذا. صح. بس انا اليوم جدا جدا حبيت واقتنعت هذا المجال وهذا العلم القائم بحد ذاته. فيك تحكي لنا عنه؟ شو يعني مدرب سعاده؟ نحن هون بدبي بأول مركز متكامل بالإمارات العربية المتحدة بدبي، اللي مركز تطوير أسلوب الحياة. نحن بنعالج عن طريق الطاقة، بنعالج عن طريق الأورا، في بأجهزة حديثة جدا. هي أنت مريت بتجربة حديثة جدا جدا، يعني بتفكروا حالكم شيء برات الكرة الأرضية يعني. شادي مرق بتجربة كثير حلوة. هي تصوير هالته بال 3 دي أورا. نحن صورنا هالته، ومع الوقت رح تشوفوا التقرير تبعه. فينا بس نقول لهم بس تصوير الهالة بس من يلا. وين كمان؟ هذا سوينا الجهاز. هون هذا الجهاز، عملنا شيء اسمه تصوير هالة. بتحط ايدك هون. شايف هون هي حشار الكوارتز المغناطيسية تبع جلسة مديتيشن كهرباء. هي المديتيشن احلى شيء بالعالم. هي عباره عن شحن طاقته، تشاكراته. نحن في عندنا 7 شاكرات، اذا ملاحظين هون ورانا بالصور تلاحظ في عندنا 7 شاكرا. تمام، هدول المراوي بيعتمد على طاقتك. فيني بس بدل ايدي لانه عضلت. حق معك والله. هذا الشيء اول شيء نحن سوينا وانا عرفت كل التفاصيل اللي طلعت بتقريري. بس فيك تعطينا كوتش راني، فيك تعطينا ابرز الشغلات اللي مرقت بايجابيات وسلبيات؟ يعني ما بدنا بس تحكي هلا الحلو ايجابي مع السلبي. شادي طلعت شخصيته البنفسجي، شخصيه روحانيه. طلع عنده كل شيء، يعني الشاكرات عنده ال7 شغالين ما عدا 2 اللي هن مضروبين. احنا فينا نقول يعني تقريبا ما عم يشتغل الشاكرا المروحه صح، اللي هي العين الثالثه اللي هي الحدث. معرض كان لخيانه، كان في خيانه حكينا عليها نحن قبل الهواء. هذا اثرت فيه، اثرت بالعطاء تبعه، صار يحسبها انضربت الشاكرا. السنه الجايه حكينا عنه وياك قبل الهواء. في حصاد للزراعه اللي انت عم تعمله. نحن عم نحكي هذا من منطلق برمجه عقله الباطن لشادي. يعني احنا هون مختصين بالمركز نشوف عقله الباطن لشادي، اندفاعه للحياه، طاقته، افكاره، اكتئابه، حلمه، هدفه. هذا كله نحن بنجمعهم البرنامج بيطلع لنا تقرير كامل عن هذا الموضوع. تمام. زائد عندنا تدريب لايف كوتش. عندنا هون بدبي نحن بندرب موظفين، نحن بندرب كل شيء بيتعلق تدريب بعلم الطاقه والسعاده والتامل والتنميه البشريه، زائد تحليل شخصيات. يعني في عندنا شغله حلوه هي بتتعلق تحليل شخصيات. يعني شادي هو اصلا مختص. كوتش فيك تقول لنا بس حضرتك شو الشهادات والمكانه لحتى وصلت قادر تكون كوتش؟ انا تقريبا صار لي 21 سنه بعلم الطاقه. كنت اول مدرب معتمد بوزاره الخارجيه السوريه بدمشق بسوريا، ما شاء الله. كاول معترف مصدق بوزاره الخارجيه السوريه وغرفه تجاره ريف دمشق وزاره التجاره. زائد هون عندي شهادات ماليزيا كوالالمبور. هي شهادات ما شاء الله معبيه الكره الارضيه شهادات. وانا يعني كمان الاكاديميه البريطانيه. زائد نحن وكلاء المعتمدين كمان الدكتور ابراهيم الفقيه الله يرحمه مصر، كمان نحن وكلاء هون بدبي. يعني تقريبا يعملوا سيرش علينا ببين. طيب والشغلات كمان فينا رد نعطي بس ابرز خطوط عريضه غير انه اللي حكيتهم عني؟ شو اللي طلع، شو اللي استنتجته عنه؟ استنتجته انه شادي شوي ايجابيات وسلبيات. هلا السلبيات كان هو مثل ما حكينا، اذا بدنا نحكي موضوع شوي يقوي حاله باللغه، يقوي حاله شوي بالمهارات. يعني المهارات اكثر، يعني ولازم انت لو تنزل على الشام نادي لغه، هذا الشيء كثير منيح. هو قادر يجذب مال، يعني هو شادي بشغله قادر يجذب يا شاد. وانا قلت له تروح تفتح حساب بالبنك، قال لي لا. قلت له حيصير عندك حساب مهم بالبنك، قال لي بس خليني افتح. بعدين بيصير مهم. الانسان اللي عم يسعى، اللي عنده هدف، اللي عنده امل وعم يسعى وما عم يضل واقف محله، هذا قادر يجذب سلام، طمأنينة، صحة، بعدين مال. نحن نلتفت للسلام بالاول والطمأنينة اللي هو اول كلمة اللي اياها. قلت له شو رأيك شادي؟ بعد الجلسة قال لي انا صار عندي طمأنينة. هي اول كلمة قلت اياها. صحيح طمأنينة عالية. صح. ونحن هذا اللي بنسعى له اكثر من المال. صح. اهم الطمأنينة والسلام. اهم من المال هي الطمأنينة. صح. شكرا كثير كوتش راني، انا جدا جدا انبسطت بالتجربة وحبيتها، وعن جد شكرا لك. كثير انبسطت وتشرفت.